ايه الدنيا يا صاحبي؟ ايه الدنيا انت؟ ايه الدنيا في الصحاب الايام دي؟ الصحاب بقى مواضيع كتير. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا عارفين ان هتاخرنا عليكم، وبودكاست بعد التراويح طبعا وقف عشان ظروف خارجه عن ارادتنا يعني بجد. فيعني سامحونا، وان شاء الله الفيديوهات مش هتقطع تاني. بس هو كان ضغط، بالظبط، يعني مش ضغط شغل بس، كان ضغط حاجات كتير. كنا مضغوطين بس بكذا حاجه كده، فده اللي خلانا نبعد شويه عن اليوتيوب ونبعد عن المحتوى عامه يعني. نبعد منكم انتوا ذات نفسكم. فيعني سامحونا. انت شايف ان الصحاب انواع، ويعني انهي اكتر؟ الصحاب اللي مش حقيقيه ولا الصحاب الحقيقيه؟ تكون قاعد في شله مثلا فيها 10، في كم واحد فيهم مش حقيقي مثلا؟ 10 مثلا مش حقيقي مثلا. مش اقسم بالله قلنا مثلا 8 9 اقسم بالله. طب كده واحد بس لوحده حقيقي؟ والله ممكن اطلع واحد وممكن ما اطلعش اصلا من 10. ممكن انت مثلا حد صاحبك عشرة مثلا 10 سنين، ولا مثلا اكتر من 10 سنين كده. اكتر كمان 10 سنين، وتلاقيه يطلع في الاخر، يعني يطلع من الامثله اللي احنا لسه قايلين عليها دي. فاهم؟ ممكن صاحبك تصاحبه مثلا باقل من شهر، ولا اقل من سنه، ولا سنتين ثلاثه، وتلاقيه اجدع من صحاب كتير انت عارفهم بقالك سنين. بس هل بجد صحاب حقيقيين بجد؟ في صحاب حقيقيين والله، وانت بتشوف بعينك وعارفهم. طيب لو انت عايز تمشي بانواع صحاب ده واحده. احنا عندنا 2 انواع من الصحاب. صحاب حقيقيه وصحاب مش حقيقيه. الصحاب المش حقيقيه، او يعني بمعنى اصح اللي هو الصاحب بتاع مصلحته، خلينا نتكلم عليه. هو من اسمه صاحب مصلحة، طب يكون باينة يعني. لا، هيكون دايما يا اما عمره ما يسأل عليك غير لما يكون عايز مصلحة منك، او معاك عربية ومش معاك عربية، اي حاجة تلقاه لازق فيك. بيصاحبك عشان العربيه يعني؟ اقسم بالله في كتير شفت كده برضه، يكون هو مزنوق في حاجة ويروح يجيلك انت، وما يجيلكش عشان صاحبه انت صاحبه، لا يجيلك عشان مصلحة. مش كان الكلام معاهم ملوش فايده، يعني انت هتقعد تنصح فيه تقول له يا ابني طب انت ليه بتعمل كده؟ يقول لك يا عم احنا اصحاب واحنا يعني. هيبرر لنفسه. لا، العيش والملح والعيشة ومش عارف ايه. فين العيش والملح والعيشة؟ انت اول ما عرفت في مصلحة جيت خلصتها لقيتك اختفيت، شفتكش تاني. فين العيش والملح والعشرة؟ اخويا قلب اخوك، ايه الجو؟ فينك الدنيا؟ مش باين يعني. والله تمام الحمد لله، الدنيا مشاغل بقى وانت فاهم وكده. يا عم الله يعينك يا عم، ايه الدنيا انت؟ الحمد لله والله كويس. ايه في حاجة ولا؟ مفيش، كنت بس عايزك في خدمه صغيره بس. يعني ايه صاحب بجد؟ صاحب الجد يا اسطى، اهم حاجة فيه انه يديك النصيحة الصح، بيحبك ويخاف عليك بعيد من فلوس او مصلحة. صاحب بجد اللي لو هو بيحبك يخاف عليك ويديك النصيحة الصح، ويشجعك انك تبني مستقبلك، ويبعدك من الغلط ويمشيك في الصح. ده الصاحب اللي بجد. الصاحب اللي بجد برضه ان انت بتبقى بتحكي له سر، وعارف انه مش هيطلع بره ايا كان، يعني حتى لو حاجه تافهه، فاهم؟ هو السند، انت فاهم، الاخ والسند، والفاهم اللي انت اي حاجه تحصل لك بتكلمه، صح. فاهم؟ عمرك ما تزعل منه مهما كان حصل. رايح مثلا مشوار، وعارف ان في حد من صحابك المشوار ده، انت رايح مثلا شغل ولا ايا كان إيه، هو عارف ان المشوار ده هيفيده هو مثلا وهيفيدك انت، وانت مش هتعرف تعمل المشوار ده من غيره، فانت بكلمه. دي دي ما بكلمه دي. ايه بقى مواصفات الصاحب اللي انت تقدر تحكي له كل حاجه؟ اعرف ان هو واثق فيا، تمام. انا حاجه يكون امين، ويكون واكتر حاجه برضه تعجبني في الصاحب اللي بحبه، بيديني النصيحه الصح، وبيخاف عليا، يكون واثق فيا زي ما قلت لك، تمام. وعارف ان هو بيحبني صح، انا ولا هو بيتكلم عليا في ظهري وانا واثق في كده. حتى لو بتكلم في ظهره بتاع بتكلمش غير في الحلو. عمري ما قلت على حد صاحب من صحابي الكويسين بيتكلم عليه في الوحش، وعمري ما شفت منه حاجه وحشه اصلا عشان اتكلم عليها. بس صحاب المصلحه دول بالذات اقسم بالله مقرفه، مرض انتشر. اصحاب المصالح دي ما لهم 60 لازمه اصلا في حياتك، يعني تنظف دايرتك من المصالح. اي حد عارف ان ده بتاع مصلحته نظف، ارميه، مالكش دعوه بيه. يعني ده بيكون بيختفي وقت الجد وبيظهر لما يحتاج. حصل. طبعا اكيد لو صاحبك بقاله مثلا معاك عشره كتيره، حاول قد ما تقدر تبطل تقعد معاه تدريجيا، فاهم؟ مره في مره لحد ما خلاص هو يحس عدمه ويحس جربوا مره واثنين وثلاثه وسيبه. نظف دايرتك، نظف احسن، نظف دنيتك. عشان بص، اي حد من صحابك او من معارفك بيقلل منك او بيغير منك او بيحاول يبينك ان انت قدام انت الناس، فاشل. يقعد يضحك عليك الناس. ده واحد ما بيحبكش. لو حد بيحبك بجد مستحيل يعمل كده. انت برضو حاول تنظف دايرتك زي ما قلت لك كده من كل اللي حواليك، بتوع المصلحه، بتاع الحريم وبتاع البنات. ده مش كويس خالص. اللي بيمشي ورا بيصدق كلام البيت ويمشي وراه، ده دلدول زي ما احنا بنقول كده، دلدول وملوش اي 60 لازمه في شلتك. يعني والله لازم انزل اتمرن، تمام، وتعرف على ناس جديده، تعرف ناس كويسه احسن. مش هتحط خالص في دماغك موضوع المصالح ده والفشخ الكداب والكلام ده كله، ملوش اي 60 لازمه. نظف دايرتك احسن، والله العظيم هتنجح، وهم اكتر ناس هتشجعك في اللي انت عايزه. احكي لي بقى ايه اغرب موقف حصل مع حد من صحابك، بس الصاحب اللي بجد بقى مش الصاحب بتاع المصلحه. موقف غريب حصل كان، موقف مضحك، اي موقف. فصاحبنا كنا تحت بيته وانت كنت قاعد معاه في اليوم ده، ورحت انا انك ايه، رحنا
جبنا حاجات واحنا راجعين راجعين بالعربيه، رحت برن عليه تمام، بقول له فينك؟ بيقول تحت البيت قاعد. واحنا داخلين عليه خلاص، انا بقول انت فين؟ بيقول لي تحت البيت. دوب خلاص جايين. قعدت شويه مستني، رحت رنيت عليه تاني، قلت له بقول لك انا هتاخر عشان في واحد حصل 1 2 3 معنا. حصل ايه؟ قلت له حصل اتخانقنا مع واحد في الشارع والعيال ماسكين بعضيهم والعيال بيتخانقوا، اقفل وقت هكلمك تاني بعدين. تمام. ورحت ايه قفلت معاه، وانا داخل عليه لقيته قايم مره واحده بيلبس الشبشب وهيجري علينا. في النهاية مش مهم يكون عندك كام صاحب، المهم مين الصاحب اللي هيكمل معاك في حياتك. اللي يستاهل صاحب يكون في حياتك. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، وبنتاسف تاني على التاخير اللي احنا اتاخرنا كتير، احنا عارفين. بس كده، سلام.